السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الأحوال يا ربي في أحسنها. اليوم غادي نشارك معكم حشوتين مختلفتين بمكونات بسيطة جدا وكتجي لذيذة جدا. عندنا الحشوة الأولى فيها صدر الدجاج مقطع طريفات صغار والبصل مفروم، كنضيفوا له الملح والصحتار مطحون كيعطي الطيبه رائعه. ما كنكثروش بزاف من العطريه باش كتبقى الطيبه ديال المكونات كما هي، وكتعطي واحد الطيبه رائعه جدا. قلنا عندنا صدر الدجاج، البصل مفروم، الصحتار مطحون، شويه ديال الحره، شويه ديال الابزار والزيت البلديه وكنشحروهم. والحشوه الثانيه عندي طريفه ديال السمك هبره، شوفوا السمك اللي بغيتو، مع البصل وشويه الصحتار وشويه ديال الحره قليل فقط، والزيت والملح. كنضيفوا لهم ملي كيتشحروا شويه الجزر محكوك والقريعه محكوكه. كنديروا الخضره اللي متواجده، اما الفلفل واما الجزر والقريعه، كيعطي واحد الطعم رائع. هنا عندي البطيبطات رائعين، كيجيو بالزراع خفيفين وخويين من داخل وسهلين التوجد. كنحاولوا في رمضان ان شاء الله نديروا الوجبات الصحيه. البطيبطات بالخبز ديال بالدقيق ديال الزرع والقليل من الشعير والخميره بلديه. والحشوه الاولى كما شفتوا كنعمرها ديال السمك. الناس اللي ما كياكلوش الدجاج او اللحوم يمكن لهم يعوضوا بالسمك، كتجي لذيذه جدا، واحد الطعم رائع جدا وصحي. كنعمروا الكميات اللي عندي بعد التشحير. طبعا انا اختصرت المراحل اللي معروفه جدا باش الفيديو يجيكم خفيف ظريف، وما تعجزوش على هذه الحشوه لانها سهله جدا جدا، كتجي لذيذه وسهله وكيبغوها الكبار والصغار. وهكا فكره ديال السمك اللي ممنوع عنهم اللحوم الاخرى. وبالنسبه للاشتراك ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وبالصحه والراحه للجميع.